في 2016 نزلت لعبة باسم ستارديو فالي، واللي اشتغل على اللعبة مطور واحد بس وهو إيريك حط كل جهده في اللعبة دي. في البداية كانت نيته إنه يعمل لعبة فارمنج عادية يقلد بيها الألعاب الموجودة في السوق، ولكن إيريك لقى إنه ممكن يجدد ويعمل لعبة تكون مميزة فعلا، وبالفعل بدأ يشتغل لوحده على اللعبة، وكان ملهم في شغله بسلسلة ستوري اوف سيزونز. وبعد أكتر من 4 سنين ونص نزلت لعبة ستارديو فالي، وبقت من أحسن الألعاب اللي لعبتها في حياتي، وأحسن لعبة فارمنج، على الرغم من إني مش من هواة النوع ده من الألعاب. ولكن ستارديو فالي كانت مميزة وأكتر من مجرد لعبة فارمنج. في الأول خلينا نتكلم شوية عن تصنيف ألعاب الفارمنج، وليه أنا مش من هواة التصنيف ده، وإيه اللي جد وخلاني أقول على لعبة فارمنج واحدة من أحسن الألعاب اللي لعبتها في حياتي. طيب، تصنيف الفارمنج معتمد بشكل أساسي على إنك بتبدأ في اللعبة بحاجات قليلة ومش معاك ميزانية، ومع الوقت بتبدأ إنك تجيب حاجات أكتر تزرعها وتجيب حيوانات وتكبر مزرعتك، زي هي داي وفارمفيل، وفي عمالقة الصناعة زي هارفست مون وستوري اوف سيزونز، وممكن شوية ماينكرافت. كل دي ألعاب فارمنج عادية ومملة من وجهة نظري، مع احترامي للي بيحبها، ولكن أنا شايف إنها ألعاب تلعبها 5 دقايق وتسيبها. هي داي وفارمفيل ألعاب بتحدك على حاجات معينة، وبتعتمد على الوقت بتاع الانتظار والحاجات اللي بتشتريها جوه اللعبة، فشايف إنهم مجرد ألعاب كاش جراب وحشة. وعارف إن اللي هقوله دلوقتي ممكن يضايق بعض الناس، ولكن ده رأيي الشخصي، ألا وهو إن ماينكرافت لعبة مملة. وكلامي هنا بس عن مود السرفايفل، لأني حبيت البناء جدا في اللعبة في مود الكرياتيف. طيب، ليه ماينكرافت لعبة مملة؟ العالم الساند بوكس الضخمة بتاع اللعبة اللي تصميمه متشابه جدا، وكل مناطق شبه بعض، ونادرا لما بتشوف منطقة جديدة زي مثلا التلج أو الصحراء، وبرضه هتلاقي شبههم كتير في حتة تانية تقدر تعمل فيه أنشطة كتير. ولكن شخصيا ما كنتش ببقى عارف أعمل إيه وليه، يعني حسيت إن اللعبة بدون أي هدفية، وده عارف إنه الهدف من ألعاب الساند بوكس، ولكن أنا ما حبيتش الطريقة دي من اللعبة، فحبيت إن أجرب. فعملت زي اليوتيوبرز بكل بساطة، إني أجمع خشب أعمل أكس، أنزل كهف جمع فحم اعمل شموع، جمع طوب اعمل أكس أقوى، ونفس الكلام مع المعدن وتعمل أكس أقوى، وبعدين تجيب الدايموند وتقعد تدور على بوابة عشان تروح وتهزم التنين وتخلص اللعبة. ما حبيتش الموضوع وشفته ممل، ودي كانت تجربتي مع شوية ألعاب من التصنيف ده. لحظة، هو الفيديو ده مش عن ستارديو فالي؟ أيوة. طيب، أمال أنت ليه عمال تتكلم عن حاجات تانية وأنت بتمط في الفيديو وأنت مش عارف تقول إيه أصلا ومش لاقي حاجة تقولها؟ فعلا معاك حق. عشان كده خلينا ندخل في الفيديو وأقول لك ليه ستارديو فالي من أحسن الألعاب اللي لعبتها في حياتي. بتبدأ اللعبة بإن جدك بيموت، وقبل ما بيموت بيديك ظرف بيقولك إن في يوم من الأيام لو ضاقت بيك الحياة تفتح الظرف ده، وبعدين بتبقى قاعد تشتغل في شركة اسمها جوجا، بتعمل مشروب اسمه جوجا كولا. أتوقع باين أوي الكاتب قصده إيه بالاسم ده. المهم، بتبقى زهقان من شغلتك المملة وبتقرر إنك تفتح الظرف اللي اداهولك جدك، وبتلاقي فيه إنه سابلك مزرعة في وادي اسمه ستارديو، فبتاخد أول أتوبيس وبتطير على هناك. بتستقبلك النجارة بتاعت القرية اللي اسمها روبن، وبعدين بتقابل العمدة لويس، وبتشوف مزرعة جدك واللي بتبقى في حالة سيئة جدا، ومن هنا بتبدأ مغامرتك كمزارع. ولكن الزراعة هنا مميزة عن أي لعبة فارمينج تانية. هنا السنة عبارة عن 4 شهور، كل شهر بيكون عبارة عن فصل معين، وكل شهر عبارة عن 28 يوم، وكل فصل من دول بيختلف عن الفصل اللي قبله. يعني مثلا اللعبة بتخليك تبدأ في الربيع وتزرع حاجات زي الجزر والبطاطس مثلا، وفي الصيف تزرع بطيخ، وكل زرع بيبقى هكذا لحد فصل الشتاء اللي اللعبة مش بتديك حاجة تزرعها فيه. في الأول كنت مسترخم من الموضوع، ولكن لقيت إنها فرصة إنك تستكشف العالم وتعمل أنشطة أكتر غير الزراعة، لأن ستارديو فالي مش مجرد لعبة زراعة بس. تقدر تصطاد سمك، تربي حيوانات، تقدر تنقب في كهوف، تستكشف
في الغابة تستكشف عالم اللعبة، محسيتش بملل في أي نشاط من دول، بل بالعكس كانوا بيضيفوا تنويع. وتقدر كمان تتجوز وتجيب أطفال تكون أسرة. والتنويع الكبير اللي في اللعبة ده، عندك الصيد مثلا، في أنواع كتير من السمك، في اللي بيطلع بالليل وفي الصبح، في بيطلع في المطر وفي بيطلع في فصول معينة وفي بيطلع في المطر بالليل. وكل نوع سمك بيظهر في مكان معين، في شوية في البحر وشوية في البحيرة، وده بيديك تنويع كبير وبيديك حافز للاستكشاف. وعندك الكوميونيتي سنتر اللي بيديك سبب تعمل كل ده، لأنك بتوصل المدينة في الأول بتبقى كل حاجة تقريبا بايظة، ومع الوقت ومساهمتك في الكوميونيتي سنتر بتبدأ الدنيا تتصلح، فبيديك أماكن أكتر تستكشفها. فنقدر نعتبر إن المطور حطه عشان يديك دافع لأنك تستكشف عالم اللعبة وتجمع من محاصيل زرعك لكل فصل، وتجمع سمك وموارد بناء وكده، علشان تصلح في العالم وتستكشف أكتر وتستمتع أكتر. وحسيت بتطور كبير في كل ما كنت بمشي في الكوميونيتي سنتر وبصلحه أكتر. ولكن ستظل مفيش حاجة مبهرة من وجهة نظري في ستارديو فالي زي الشخصيات بتوع اللعبة. شفت في 2018 لما الناس كلها كانت مبهورة ب Red Dead Redemption 2 إن فيها كل شخصية عايشة فعلا وليها حياتها الخاصة، مش مجرد موجودة للعب وخلاص. هنا نفس الكلام، اللعبة فيها شخصيات كتير، كل شخصية بتختلف عن التانية في الحاجات اللي بتعملها، وكل شخصية الحاجة اللي بتعملها حسب اليوم والطقس والفصل، وفي جدول بيبين لك المناسبات بتاعت الشهور وأعياد الميلاد بتاعت الشخصيات. كل ده مبهر إنه كان في لعبة نزلت سنة 2016 من مطور واحد بس، ويدل على الشغف الكبير اللي اشتغل بيه على لعبته. وبجد حبيت شخصيات ستارديو فالي. عندك مثلا الأختين هيلي وإيميلي، اللي واحدة جميلة ولكن بغيضة، وكل ما بتطور علاقتك معاها أو بتزود القلوب بمعنى صح يعني بتبقى طيبة وخلوقة، والتانية اللي دايما قمة في الأخلاق. وعندك أليكس الرياضي بتاع القرية، أو لويس العمدة، أو أبيجيل الجيمر، كلهم شخصيات جميلة وهتحبهم وهتحب تتكلم معاهم، وتقدر كمان تقوي علاقتك بيهم وتخليهم يحبوك، وده بطريقتين. الأولى إنك تكلم الشخصيات كل يوم، ودي لو هتعتمد عليها فربنا معاك لأنها هتقعد للأبد تقريبا. والتانية هي إنك تديهم هدايا، وكل شخصية ليها الهدايا اللي بتحبها واللي بتكرهها. تعرف منين بقى؟ للأسف مفيش أي حاجة تعرفك غير إنك تجرب. ساعات اللعبة بتقولك زي إن مثلا هيلي تقولك إن أختها بتحب التوبز، ولكن شخصيا كنت معتمد بشكل أساسي على الويكيبيديا بتاعت اللعبة. أو ممكن تدي الهدايا اللي أغلب الشخصيات بتحبها زي الورود مثلا، وده بيزود عندهم القلوب، ولما بتوصل ل10 قلوب تقدر إنك تتجوز الشخصية ويبقى عندك أولاد وتعمل أسرة وتلعب مع أولادك وتشوفهم بيكبروا، أو ممكن تبيعهم. وكل ما بتزيد علاقتك مع شخصية أو بتزيد القلوب بتاعتها بيبقى فيه إيفنتات مميزة وجميلة لكل شخصية. مش حابب أحرقهم عليك وهسيبك تستكشفهم بنفسك. ونفس الكلام برضو مع الشهور، كل شهر أو كل فصل بمعنى أصح بيكون ليه الإيفنتات بتاعته، زي مثلا الصيف إن بيكون فيه إيفنت بتجيب أحسن محاصيلك فبيخليك تطلع أحسن ما عندك، أو المسابقة بتاعت الصيد في الشتاء. كل دي إيفنتات جميلة وبتضيف تنويع كبير جدا للعب وتنويع ممتع. وحاجة برضو مبهرة في الفترة الحالية إن اللعبة مفيهاش مشاكل تقنية، على عكس الألعاب اللي بتنزل اليومين دول من استوديوهات كبيرة وبتلاقيها ألعاب بايظة. وكل ده وأنا ما اتكلمتش عن الارت ستايل الجميل بتاع اللعبة، اللي فيه ناس ممكن تقول إنه مش حلو وشبه ماينكرافت، ولكنه عجبني وحسه كمان مميز جدا. يعني شوف أشكال الشخصيات، شوف تصاميم الشخصيات، شوف الشخصية بتاعت المحل مثلا، أو شوف الأشكال بتاعت العالم. كل دي حاجات جميلة جدا وبتضيف للعبة مود جميل جدا. ومتكلمش كمان عن الأستاذ بتاعت اللعبة اللي يا الله قمة في الجمال. الأستاذ سعيدة بزيادة، الوصف ده نقدر نقوله على اللعبة عموما بشكل عام، إن اللعبة سعيدة بزيادة من حيث كل حاجة، الألوان، الأشكال، الحاجات اللي بتعملها الأستاذ. وبشكل عام ستارديو فالي لعبة مميزة جدا، وقدمت لي تغيير حلو عن الألعاب المشهورة اللي كله بيلعبها، وحببتني في تصنيف ما كنتش متخيل أصلا إني أحب. وعشان كده هديها تقييم 10 كيك من 10. وبس كده، أشوفكوا الفيديو الجاي.